السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم معايا في قناه علم ريتاج. نتمنى يا رب تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. فيديو جديد اللي غنقدم فيه تشيز كيك اللي كيجي ناجح من اول تجربه وبمكونات بسيطه. دائما ولا عجبك الفيديو ما تنسينيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. وبسم الله على بركه الله نبداو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه كناخذوا واحد الهاشوار اللي غنطحنوا فيه البسكويت. هنا استعملت البسكويت على شكل مستطيل، استعملوا اي نوعيه متوفره عندكم. واستعملت هذه اللي على شكل دائري كنعملها في الهشوار. انا خديت جوج علب. الا بغيتوا تشيز كيك تجيكم متوسطه صافي استعنوا فقط بوحده. انا استعملت جوج. صافي كما كتشوفوا وضعتها في الهشوار وغنطحنها مزيان، ما تطحنوهاش حتى ترجع بودر. نتوما غتشوفوا القوام ديالها من بعد ما غنطحنها. وهذا الشكل ديالها من بعد ما طحناها، حصلنا على هذا القوام هذا كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما طحناها غنذوبوا الزبده. انا خديت كاس الى ربع، حيت عملت جوج علب. الا عملتوا علبه عملوا غير ربع كاس من الزبده مذابه حتى كتحيدوا لا داك الالبان ديالها، وكتصفيوها وصافي كتستخدموها مع داك البسكويت كتضيفوه ليها باش كنلبسوا داك البسكويت مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. ومن بعد كنجيبوا المول اللي غنعملوا فيه البسكويت. انا خديت هذا الشكل على شكل القلب، هو اللي متوفر عندي. استعملوا اي شكل متوفر عندكم باش بالضروره. كما كتشوفوا كنصب البسكويت كامل. انا عملت جوج باش الطبقه الاولى تجيني عاليه ما تجينيش رقيقه، انا بغيتها عاليه تجي باش كتجي جميله في المنظر. صافي من بعد ما صبيت داك البسكويت كامله كنساويها بواحد سباتول بهذه الطريقه. وانا استعنت باش نضغط عليها مزيان. استعملوا كاس ولا اي حاجه اللي غتساعدكم انكم تساويوها مزيان. تاخذوا الشكل ديال المول اللي عندكم او السيركل اللي عندكم. كما كتشوفوا انا استعنت بهذيك اللي كيعمروا بها القهوه. كما كتساعدكم بزاف هاد الاله هذه. صافي من بعد ما نسويها مزيان وناخذ لها واحد الشكل يكون متساوي بهذه الطريقه هذه. صافي كندخلها للمجمد تجمد مزيان حتى كتحسوا بها انها بردت. من بعد كندوز نعدل الكريمه. خدت واحد الكاسوله اللي غنوضع فيها لتر من الحليب. ضفت نصف لتر الاول ومن بعد كنضيف نصف لتر الثاني كما كتشوفوا. ومن بعد كنضيف واحد العلبه ديال الكراميل كما كتشوفوا ضفتها على الحليب. وكنضيف كريم باتيسير ما يعادل 3 ديال الملاعق يكونوا كبارين عامرين. كريم باتيسير كتواتي النكهه ديال الكراميل، غير جربوها كتجي رائعه. كما كتشوفوا انا عمرت ملعقه مزيان. وكنضيف السكر دائما كيبقى حسب الذوق. ضفت 3 ملاعق من السكر السنيده. صافي كما كتشوفوا كنبدا التحريك ديال المكونات باش ما تصب لكم شي لتحت الكريمه. كما كتشوفوا كتحجر الى خليتوها فترتوا عليها كتحجر بسرعه. صافي كنحرك مزيان وكنوضعها فوق النار حتى كيغلى الخليط مع التحريك المستمر. كنجيب البسكويت ديالي اللي كتكون من الطبقه الاولى اللي بردت مزيان وشدت في راسها. من بعد ما غلات لنا الكريمه كنجيب واحد المغرفه كنقلبوها وكنصبوا بهذه الطريقه هذه. كتجيكم طريقه سهله وما كتعمل لكمش الحفره في الطبقه الاولى بهذه الطريقه هذه. من بعد ما صبيتها
حصلت على هذا الشكل هذا. صافي كنخليها تاخد درجة حرارة المطبخ، ومن بعد كنعمل لها السلوفان وكندخلها الثلاجة تبرد وتماسك الكريمه وتبرد مزيان. كما كتشوفوا هنا ذوبت الشوكولاته بيضاء ما يعادل 8 ديال المربعات ديال الشوكولاته بيضاء، وضفت ليها علبه ديال دانيت كراميل. كيجي طبقه رائعه. صافي كما كتشوفوا كنخدموا المكونات مزيان حتى كيتخلطوا، كرجع واحد اللون رائع. كما كتشوفوا هذا اللون اللي بغينا حصلنا عليه. وجبنا تشيز كيك من بعد ما بردت كما كتشوفوا متماسكه. صافي كنصبوا عليها داك الخليط اللي عملنا شوكولاته بيضاء وواحد دانيت كراميل، كنصبوه صافي وكنسرحوه على الطبقه بهذا الشكل هذا. غير جربوا بهذه الطريقه راه كتجي تشيز كيك رائعه وسهله كما شفتوا معايا. صافي كنسرح بهذه الطريقه هذه حتى نساوي على الشكل اللي عندنا. وفي هذا الاثناء كنكونوا سوينا الطبقه ديال التزيين. صافي كما كتشوفوا جبت واحد البوش وعملت فيه واحد دانيت بنكهه ديال الشوكولاته وكنزين به في الاخير بهذا الشكل هذا بشكل ملفي. كيجي شكل راقي وسهل واي واحد يخدمه بكل سهوله وكيجي منظر فيه رائع. صافي من بعد ما عنسالي كتجيبوا واحد كوردو، انا استعنت فقط بواحد آلة حاده وكنعمل بهذا الشكل هذا. وفي هذا الاثناء كنديموا لي تشيز كيك غير بشويه باش تحافظوا على الشكل ديال الليمون. كما كتشوفوني انني كنديموا ليها بواحد الطريقه تكون غير بشويه باش نحصلوا على شكل مفيني. صافي من بعد كنزينوا بحبوبات الشوكولاته. صافي كما كتشوفوا هاد الطبقه الاخيره كتبقى مرحله اختياريه، اللي بغيتو زينوا به زينوا به وباللي متوفر. انا كنعطيكم فقط واحد الافكار، مع العلم ان ماشي كلشي كيكون متواجد، فقط استعنوا باللي متوفر عندكم في البيت ماشي ضروري. وهذا الشكل ديالها من بعد ما ساليت كندخلها للمجمد تبرد باش تماسك لنا داك الشوكولاته مع دانيت. وكيكون هذا الشكل النهائي ديال تشيز كيك اللي خدمت معكم اليوم. كيجي تشيز كيك راقي وسهل في التحضير ومذاق رائع. ودائما ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ودائما كنبقاو مع الوصفات السهله والاقتصاديه. الى هنا كنضربكم موعد الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.